اشتري ايفون 11 ولا ايفون اكس ماكس؟ لو فعلا بتسأل السؤال ده فانا المرة دي هجاوب لك عليه بجد، وهنعمل مقارنة ما بين الجهازين. بس قبل ما نبدأ المقارنة انا لازم اقول لك ان انا لسه عند رأيي في ان الاجهزة دي غير صالحة للشراء في الوقت الحالي. بس بما ان ناس كتير اتضايقت من الفيديو اللي فات وناس كتير طلبت ان انا اعمل الفيديو ده، فانا كان لازم اعمل الفيديو. بص هقول لك كده في السريع تجيب مين فيهم. تجيب ايفون اكس لو عايز شاشة اكبر والوانها احسن، ولو عايز صور بورتريه احسن، وتجيبه لو ما يفرقش معاك اداء البطارية وما يفرقش معاك ان الشاشه هنا 60 هرتز بس، وكمان لو ما يفرقش معاك ان الجهاز بيشحن ابطا من نمله. وتجيبه لو ما يفرقش معاك الاداء في الالعاب وما يفرقش معاك موضوع الدعم والتحديثات لانها توقف. اما بقى ايفون 11 تجيبه لو عايز معالج احدث سنه فبالتالي اداء اقوى، وتجيبه لو عايز كاميرات احسن بشكل عام وخصوصا في التصوير الليلي وتصوير الفيديوهات. تجيبه لو ما يفرقش معاك جوده الشاشه ولا الوانها ولا حجمها ولا مقاساتها ولا حوافها، عشان الشاشه هنا اقل ما يقال عنها انها سيئه، وده بالنسبه لمتطلبات العصر الحالي اكيد. وطبعا تجيبه لو ما يفرقش معاك اداء البطاريه، وتجيبه لو ما يفرقش معاك موضوع التحديثات لانها برضو ان ما كانتش وقفت فهي هتقف كمان سنه بالكتير. في رايي مفيش اي سبب حاليا يخليك تشتري اي جهاز من الاجهزه دي. وانا والله وانا بعمل الفيديو كان في نيتي ان اعمل مقارنه واقول لك الارقام بتاع الجهاز ده والارقام بتاع الجهاز ده، بس قلبي ما طوعنيش، مش قادر وانا بكتب المواصفات تعبانه خالص. المهم ده رايي، لو عايز تاخد بيه ده شرف ليا، مش عايز براحتك. بس اهم حاجه اوعى تنسى ان كان معاك عراقي من مصر، والسلام.